قالوا ناس زمان يلي تشري الدار وتفرح بالمال، الفرحة فانية والدنيا تبدال. عيش بالقناعة وفكر في الحال، الدنيا ما تدوم وتسرقك في لحظة بال. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد، نتمنى تكونوا كامل بخير ومهنيين ان شاء الله يا رب العالمين. قبل أن نبدأ ونصلوا ونسلموا على رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جهزت لكم هذا الفيديو بناء على طلباتكم وتعليقاتكم في الفيديو اللي فات تاع تغيير المطبخ. تعليقاتكم كانت جد جد راقية، ما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم إن شاء الله. طلبتوا مني ندير لكم جولة في الكوزينة وكيفاش منظمتها، وطلبتوا مني ثاني الأسعار تاعها وكمل التفاصيل. هيا ملا درتكم روتين خفيف ظريف باش يحفزكم ويشجعكم وينحي لكم الخمول والتفنين شوية ويعطيكم طاقة إيجابية. ونكملوا مع بعضنا الفيديو وردوا كامل على التعليقات تاعكم. نضت الصباح فطرت ولادي وبعثت ابني ليكول، وبعدها درت قهوة مع حبة بوتيبا. فطرت ونضت للحالة تاعي. شللت هذوك الشكاية تاع الحليب من ديك الريحة اللي فيهم وحطيتهم في الكوليراتور. ومن بعد فتت على هذاك الدوش نقيته لافابو كما تعرفوا، بعد كل استعمال يخلوه في حالة، وهو من البارح ما مسيتوش. خملت له ذوك الحوايج اللي كانوا فيه وغسلت اللافابو ومسحت المابل تاعو. وثاني درت على كامل الشنابر تاعي وتاع الولاد والصالو. الصالو مسحتها من الغبرة ومسحت هذوك الموتيف اللي فوق الصالامونجي ورجعت كل حاجة لبلاصتها. وبعد ما كملت نيتواياج مع صباح ربي رجعت للكوزينة. درت أكلة خفوفي كما يقولوا، سلكت الحاصلين. حكمت البطاطا قطعتها مربعات صغار وغليتهم في الماء. ومن جهة أخرى درت شكشوكة بالطماطم والفلفل والمعدنوس وشوي سنة تاع ثوم وزيتون وزيت وملح. وبعد فتحت عليهم بطاطا طونة، حمصتهم حتى طابوا ورجعت ديك البطاطا ودرت لهم البيض والفرماج. هذا واش سلكت روحي مع الغدا. بصح والله جات بنتها كي العسل، جات بنتها تهبل، اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال. حطيت لهم تغدا وغسلت غسلت الماعن وغسلت هذيك لابلاك. ثاني كل يوم نعطيها غسلتها، يعني باش ما يتراكمش عليها الوسخ وهذاك الليدام. يعني درت لكم روتين خفيف ظريف غير باش نعت لكم الكوزينه ورد على تعليقاتكم تاع الفيديو اللي فات. قريت بعض التعليقات من الفيديو اللي قبل هذا اللي فات برك، وراه هي البنات غير واش نقول لكم، ربي يعينكم ان شاء الله. كاين اللي مازالت ساكنه مع دار شيخه متمنيه دير كوزينه ودير تاويل في كوزينتها، يعني ربي يفرجها عليكم ان شاء الله. انا نقول لكم اصبروا برك، راهي تفرج باذن الله. وما كاش قد الصحه والعافيه، انتي حاولي ديري مجهودك باش تحققي امنيتك، واذا ما قدرتيش ما تضيقيهاش على روحك واقتنعي بالشي اللي عطاك ربي. وصبري 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 قد ما تقدري، قد ما تصبري يعطيك ربي، الصابر ينال. والله يا البنات فكاش قد القناعة، كما قال الإمام الشافعي: رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. يعني كما يقول المثل: القناعة كنز لا يفنى. كي تكوني مقتنعة بحالك وأحوالك ومقتنعة بذاتك وش عطاك ربي ترضاي به مهما يكون قليل، فيه البركة من عند ربي سبحانه. انتي كوني قنوعة بالشي اللي عندك، ونفس الوقت اسعي باش تحسني وضعك المادي، وكوني طموحة وان شاء الله ربي يقدرك ويوصلك لأحلامك ان شاء الله. هذا واش حبيت نقول لكم. ودرك نرجع الكوزينة تاعي نرد كامل على تعليقاتكم. سقسيتوني على سعرها ومنين شريتها. شوفوا، انا شريتها من الفيسبوك، بحثت حتى نطبت الصفحة اللي نبعث لهم ونسقسي كل واحد داير السعر من عنده. حسبوا لي السعر من 4 ملايين حتى 6 ملايين للمتر، معناها طيح لي الكوزينة من 32 مليون حتى 50 مليون. يعني المابل وحده بلا رخام وبلا الكتروميناجي، هذاك اللاوت ولا بلاك واللي فيه، فهمتوا؟ يعني غير المابل حسبوه لي كما قلت لكم من 32 إلى 50 مليون. وكوزينتي فيها 4 مترات، تحت 4 وفوق 4.
هي جاتني غالية بزاف وبطلت خلاص، قلت خلاص ما نحى من راسي وما نديرهاش، يعني كانت دراهمي قليلة. هي مع الصدفة صادفت باجا في فيسبوك دايرين السعر تاعها 2 ملايين ونص للمترا. خي تعرفوا الفيسبوك يشوفوك مهتمة بكاش حاجة يبدا يهبطلك. قلت لك خرجت لي 2 ملايين ونص. كي طلعت الحساب خرجت لي كوزينة تاعي 20 مليون هكذاك. وجاتني غالية ولا غير جاتني غالية بصراحة. وعصرت روحي مليح مليح وقررت نشريها. هي دومونديتها وجاو يركبوها لي. والرخامة شريتها وحدها قامت لي 2 ملايين. واللاوت شريتو 1 مليون ونص ولا بلاك ب2 ملايين. واللي في شريتو ب500 ألف. وهذاك بديل الرخام اللي غطيت به الفايروس. شريت فاية كبيرة شريتها ب550 ألف. شريت كلش من الفيسبوك ولا غير كلش من الفيسبوك. وثاني لازم تحسبي لي فغيزيو يعني كل واحد وش يحسب لك على حسب المكان بعيدة ولا قريبة. يحسبوا لك من 60 ألف حتى نقول 400 ألف. لا حسب بلاصة اللي راكي فيها ولا حسب البعد نتاعك. وهذه هي هاني عطيتكم كامل الأسعار تاعها. أما لي باج والله ما نعقل عليهم شريتها عام اللي فات. والله ما نعقل على لي باج. المهم داك الفيسبوك ودخلوا ليه وفتشوه مليح قبل لا تشرو. بيسك راهم كل واحد داير السومة على مزاجه. وكي تقصيهم تقولي لهم علاه مغليين كيما هاك يبداو يقولوا لك البرودوي مش كيف كيف واحنا نجيبه من اسبانيا. واحد يقول لك احنا نجيبه من المانيا واحنا الاوريجينال والباقي تقليد. بصح ما يكذبوا عليكم ما والو. قاع يخدموا بالميلامين اميدياف والهاي جلوس. وهذا المابل لازم تستحفظي عليه قد ما تقدري وننصحكم تشروا البواروج اذا عندكم دراهم تشروا البواروج ما تشوش هذا الميلامين. وإحنا الجزائرية لازمنا البطون والسيمة. هي اللي تخدرنا. أما المبل هذا ما يطوش ويتنفخ. كي تشريه لازم تستحفظي به. بيسكاش ما تخليه كاش فويت تحت البوطاجي ولا ليفي تاعك. يعني ليفي تاعك ما تركبيهش مليح على الرخامة يقعد الماء يقطر ويتنفخ لك هذاك المابل. ودرك نضرب لكم جولة فيها كيفاش منظمتها وكيفاش حاطة الماعين لداخل. نبدأ لكم من طرف لطرف. في هذه الجهة دايرة من الفوق المنظفات جافيل والإيزيس والحوايج تنظيف. والتحت دايرة المقلاة والطواجين كما راكم تشوفوا. والتيروارات مخصصة من الأدوات تاع الكوزينة. التيروار الأول فيه كامل الحوايج تاع السيليكون واللي فوي واللي نقطع بيهم كما راكم تشوفوا. ما حبيتش ندير المغارفة هنايا بيسك المغارف لازم لهم منظم ما يكفيش الأدوات كامل هذا. تيروار الزوج تاني نفس الشيء للأدوات الباتور البراميكسور هذيك صفاية حوايج شوية كاطو ميزان وهذوك لي برا تاع البيترا. والتيروار الثاني للاشوار وهذاك الميكسور وهذوك الطراشين. محبيتش نذقل فيه خفت قلت بالك ندير فيه حوايج ثقال كش ما يصرالو. تحت الليفي وش درت خصصته برك للسلات اللي نقطر فيهم المعان كي نعود نغسل فيهم. وهذاك الطباخ والكيكوطة وهذوك الطاوات. وعلى جهة منا درت برك البيدون تاع الزيت برك. وتحت هذه الجهة تحت هذه الجهة هي كاينة دوك نفتح لكم الباب. كاينة في الرفعة اللي الفوق كاين الماعن تاع اللي خاصين بالقناة. هذوك الماعن تاع لي زانغريديو وهذوك الماعن اللي نعجن فيهم ولا نخلط فيهم. هذا مكا. وجهة تحتانية دايرة فيها لي ستوك تاع البقوليات تاع المعجنات. واللي وراهم دايرة ثاني لي فلو دايرة فيه حوايج لي يبقاو لي من المصروف.
والجهة التالية اللي من اللخر كامل وين ثم نعجن وين ندير ديك رافعة لي الفوق دايرة فيها لي زيبيس اللي يبقاو لي من البايط تاع لي زيبيس نديرهم ثما، وهنايا السميد والفرينة والحلال والحوايج تاع الخاصين بالعجين. هذه هي البوطاجي تاعي من التحت. اما من الفوق واش كاين درك نبدا لكم ثاني من طرف ونروح نرجع لكم من هنا. في دي جهة دايرة الكيسان والليفيرين، هذا واش راني دايرة هنايا في الجهة تاع الكيسان. والفوق ثاني دايرة برك حوايج تاع الكاطو، مصورتهاش معرفتش علاه صورتها في الطول. وهنا دايرة المعن الصباح والغرفيات. هنا هذا واش دايرة هنايا. والفوق واش راني دايرة دوكا تشوفوا دايرة الطبق تاع الكسرة هذاك، وهذوك تاع القلوب وطاس تاع الجو. هذا واش درت هنايا. دوكا نزيد نفتح لكم الكوتية في النص. هنايا هذه جهة كما يقولوا ركن تاع القهوة، كاينه لتحت القهوة والسكر والخنجلان، دايرة مباشرة الفوق دايرة الحوايج تاع القهوة كما نقولوا الرحايا تاع القهوة، البريق تاع الحليب والبريق تاع القهوة واللي شوب، حوايج اليومية نستعملهم كل يوم هنايا. وفوقو درت حوايج تاع لاتاي من على جهة سيرفيس شريته جديد، هذا العام برك شريته ب750 يعني. وفي جهة واحدة أخرى لقيته ب300 يعني مش عارف كيفاش شريته ب750 ولا غير غالي. وهذاك السيرفيس كان قديم عندي عند واحد 5 سنين ولا 6 هذاك. وفوق العود واش راني دايرة درك تشوفوا دايرة لي بابي، دايرة طراشين بابي فيلم بابي كويسة، دايرة الألمنيوم، دايرة كامل دايرة هذوك الساشيات ثاني تاع وين نكون نجيري الحوايج الخضرة ولا اللحم ولا. وهذه الجهة الأخرى كاملة دايرتها للتيزانة، تيزانة وهذاك العسل الحر وحوايج خاصين بالتيزانة. والفوق هذه خليتها فارغة، قولوا لي وش ندير فيها، خليتها فارغة وخلاص. هذه هي كوزينتي، هذه هي كوزينتي. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، إلى فيديو جديد ولاحق إن شاء الله، والسلام عليكم.